حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لاول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديده. وكمان يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو. حبايبي واصحابي اللي على فيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعه للصفحه وكمان شير للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض قراءه. هنشوف الحبيب المتباعد، هنشوف بيفكر في ايه وهو بعيد عنك. هل بيفكر في التواصل معاك؟ هل بيفكر ياخد خطوة؟ ايه الافكار اللي بتدور في دماغه؟ وايه الافكار اللي بتدور في قلبه وفي عقله وانت ما تعرفهاش؟ هندخل كده جوه قلبه وعقله ونشوف افكاره ليك ايه. بسم الله. تمام. طيب هنبتدي مع بعض القراءة. طيب انا شايفة ان الشخص ده يعني شخص كأنه بيسرق الفرحة منك. ثواني بس اظبط الكاميرا بس كده. شايفة الشخص ده كأنه بيسرق الفرحة منك، بيعلقك بيه بكل قوته وبكل حاجة عنده، وأول ما بيلاقيك اتعلقت بيه بيبتدي ان هو يجرحك ويظلمك ويجي عليك ويقسى عليك. شايفة ان هو متبع معاك الاسلوب ده، وللأسف كمان جرحه مش بيكون بسيط، جرحه بيكون صعب. طيب شايفة كمان ان الشخص ده لما بيشوفك ان انت بعدت عنه او ان انت ابتديت ان انت تشوف حياتك، تحس ان هو بيجري وراك، تحس ان هو عايز يرجعك لحياته تاني. بس عايز يرجعك ليه؟ عشان يتعبك، عشان يحيرك، عشان يقلقك. تمام. فشايفة ان العلاقة دي محيرة شوية. ثواني بس عايزة اظبط لكم الكاميرا. تمام. طيب كده حلو. طيب فشايفة ان العلاقة دي محيرة شوية بالنسبة لك وبالنسبة له. يعني العلاقة ما بينك وما بينه متوترة، فيها اون واوف كتير. لكن برضو في نفس الوقت لما بتخرجوا يعني بتخرجوا من العلاقة دي وبترجعوا لها تاني، بتحسوا ان مفيش اي تغيير حصل في العلاقة، عادي زي ما خرجتوا منها زي ما رجعتوا. تمام. ولكن للأسف انتوا الاتنين، يعني مش للأسف طبعا، يعني في طاقة حب، دي مش للأسف. انتوا الاتنين في علاقة حب قوية جدا، مش بتقدروا تبعدوا عن بعض. يعني مش بتقدروا ان انتوا تتخلوا عن بعض او تبعدوا عن بعض كتير. بتبعدوا لكن زي ما قلت لكم لما بترجعوا ما بتلاقوش في تغيير، او ما بتحاولوش ان انتوا تغيروا الاخطاء اللي عملتوها قبل كده. انت شخص ممكن تكون بتحس اول ما الشخص ده بيجرحك وبيجي عليك وبيأذيك وبيضايقك انت بتخرج من العلاقة، لان انت ما بتقدرش ان انت تكمل في الوضع ده، او ما بتقدرش ان انت تكمل في العلاقة بالوضع ده. وبتبقى قاعد بقى، انت بتخرج من العلاقة وبتنتظر ان هو يرجع لك او ان هو ياخد خطوة ناحيتك ويصلح الامور. لان انت اوقات كتير جدا بتحس ان العلاقة دي مش جايلك منها حاجة، مش جايلك منها خير، ان العلاقة دي بالنسبة لك علاقة سامة، علاقة صعبة، ما فيهاش اي حاجة مجزية بالنسبة لك. ولكن في نفس الوقت انت مش قادر تبعده، مش قادر ان انت تتخلى عنه، مش قادر تكمل في علاقة فيها تعب وفيها ضغوطات وفيها عذاب وفيها آلام وفيها مشاكل. وفي نفس الوقت مش قادر تنهيها. يعني كل ما تنهيها وتعيش حياتك وتبص لبكرة، يعني بتلاقي العلاقة دي برضو رجعت من أول وجديد، ملهاش نهاية. تمام. أنا شايفة ان انت منتظر ان الشخص ده يتغير، عايزه يحصل أي تغير، عايزه يعمل أي حاجة. نفسك ان انت تغير من السلبيات اللي عنده والسلبيات اللي في العلاقة، لكن مش قادر. برضو انت حيران، انت مش عارف تعمل ايه. نفسك تعمل حاجات كتير، نفسك العلاقة دي تتغير، نفسك الشخص ده يتغير، نفسك العلاقة دي تتطور، لكن مش عارف تعمل ايه. انت تعبت جدا من السلبيات، تعبت قوي من الطاقة السلبية اللي انتوا فيها، ومن المشاكل ومن السلبيات اللي دايما مؤثرة عليك وعلى العلاقة. تعبت من الوجع، تعبت من الجرح. لكن زي ما قلت لك، كل ما تخف وكل ما تبعد عن الوجع والجرح تلاقي نفسك اتوجعت من اول وجديد. تمام. طيب هنشوف احواله ايه في البعد.
تمام ماشي. انا شايفة ان الشخص ده يعني هو عارف ومتأكد ان هو السبب في المشاكل اللي بتحصل ما بينك وما بينه، وهو السبب في اللي بيحصل ما بينك وما بينه. شايفاه بيفكر فيك، مديلك ظهره لكن بيفكر فيك، وعارف ان انت متستاهلش اللي حصل فيك او اللي هو بيعمله فيك، لكن هو عارف ان انت شخص قوي وبتستحمل وبتتحمل وقادر ان انت تستحمل كل اللي بيعمله معاك، وعارف ان انت بتحبه وهتستحمله، ومش هتبص للسلبيات وهتبص للايجابيات. شايفه ان الشخص ده شويه مش مستعد الفتره دي للارتباط او ان هو ياخد خطوه. انت عايز تكون معاه لكن هو مش مستعد للتحديات، ما عندوش استعداد ان هو يواجهها. اي نعم هو معاك بيكون مبسوط، لكن شايفه ان الشخص ده مش عايز قيود، مش عايز حاجه تأيده، مش عايز حاجه تربطه، مش عايز حاجه يعني تأيده. هو عايز يكون حر، عايز يكون حر، مش عايز حاجه تعلقه او حاجه تأيده، عايز طول الوقت ان هو يكون حر. وشايف ان الحريه من وجهة نظره ان هو ما يكونش مرتبط او ما يكونش في علاقه. الشخص ده عايزك تفضل في طاقه الانتظار، تفضل دايما منتظره، عايزك تتجرح، تتوجع، تتظلم، يجي عليك، يعمل كل اللي هو عايزه، واهم حاجة ان انت ما تتغيرش ناحيته. تمام، وترجع له وتسامحه، وبرده ما يغيرش من نفسه. هو عايز كل حاجة تحصل لك انت وهو زي ما هو، يبعد عنك، يوجعك، يجرحك، يأذيك، وانت ترجع عادي، وهو ما يغيرش من نفسه ويفضل زي ما هو. عايز العلاقة دي تستمر ولكن تحت سيطرته هو وتحت شروطه. يعني لو انت موافق تمام، هو هيكمل معاك وهيستمر معاك، لو مش موافق خلاص هيفضل زي ما هو وخلاص، والعلاقة تفضل كده. يعني انا شايفاه ان هو خايف ان هو يخسرك، خايف يخسرك، خايف يخسر العلاقة دي، لان هو عايز العلاقة دي، لكن عايز يكون مسيطر طول الوقت، عنده السيطرة، عايز الامور تمشي زي ما هو عايز، وتمشي بقواعده هو، وتمشي بشروطه هو. انا شايفاك ندمان او زعلان على عمرك او على وقتك او على طاقتك اللي بتضيع. ابتديت تفوق لنفسك، وابتديت تحس ان انت بتضيع معاه وقت وطاقة كبيرة جدا، ولكن برضو منتظره ومستنيه وعايزه، منتظر ان هو يتغير، منتظر ان حاجة تحصل، مش عايز تشوف السلبيات اللي عنده. ولكن زي ما قلت لك هو مش عايز يغير من نفسه. اي نعم هو عايزك لكن مش عايز يغير من نفسه. تمام. طيب هل هيتواصل معاك قريب؟ ماشي. شايفة ان هيكون في تواصل قريب معاه، لان انت يعني شخص بتحسسه بنفسه، بتحسسه بكل حاجة حلوة. هو بيحس بانجذاب ناحيتك، ومش بيحس ان هو مشدود لك، ولكن مش عايز يخسر نفسه، علشان هو شخص عنيد جدا، وبيحب ياخد كل حاجة بالعافية. ولو حاولت ان انت تعنده او ان انت تقف قصاده او ان انت تعمل زي ما بتعمل، زي ما هو بيعمل، هو هيعمل اللي هو عايز يعمله، مش هيشغل دماغه بيك. تمام. شايفة ان الشخص ده عنده حب وعنده مشاعر، في مشاعر قوية، لكن مشكلته ان هو بيزهق من الروتين، بيزهق، ما بيحبش الملل، دايما بيدور على التغيير، بس مش التغيير في نفسه، لا، التغيير في العلاقة، لكن هو ما بيغيرش من نفسه. تمام. مش عايز يكون الشخص الروتيني، عايز يخرج من الطاقة دي. فهو حتى الحب بالنسبة له روتين، الارتباط بالنسبة له روتين، فهو مش عايز الروتين. شايفاه عايز يتواصل معاك، عايز ياخد خطوة ناحيتك، لكن التواصل ده مش هيكون زي ما انت عايز. تمام. انت عايزه ان هو يرجع لك متغير وندمان ومغير من نفسه، لا، هو مش هيغير من نفسه ولا هيكون ندمان، هيرجع لك لكن زي ما هو. التواصل والعتاب هيكون موجود، لكن هيكون في عتاب، هيكون في كلام، هيكون في مناقشة، لكن هيكون زي ما هو بدون تغيير.
الشخص ده عارف ان انت احسن حاجة في حياته وان انت اهم حاجة في حياته، وعارف ان انت المخرج للطاقة السلبية والمشاكل، ولكن هو للأسف حاطط نفسه في دوامة كبيرة جدا. انت راسم مستقبل للعلاقة دي، ان يكون فيها خطوة، يكون فيها ترسيم علاقة، يكون فيها ارتباط، يكون فيها رجوع، لكن انت مش بتقوله اللي انت عايز تقوله، دايما كاتم جواك. تمام. فشايفة ان العلاقة دي محتاجة الصراحة، محتاجة ان انت لازم تقول اللي جواك علشان تقدر تستريح و... وتخرج كل الكلام اللي جواك وتقوله له، وتشوف ايه اللي يبسطك ويريحك وتعمله. تمام. يعني ما تفضلش طول الوقت كاتم جواك وطول الوقت حابس مشاعرك وطول الوقت حابس كلام جواك. تمام. طيب، دي كانت افكاره ونواياه واللي بيفكر فيه واللي هيعمله وخطواته وكل اللي هو بيدور في عقله وفي قلبه. تمام. دي كانت قراءتنا النهارده. اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم، ويا ريت يا حبايبي لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بقى في لايك وشير وكومنت حلو. باي باي.